جزاكم الله كل خير على هذا الحضور الكبير في سجنان. أنا سعيد الدوري بأن يشارك أبنائي وبناتي هذا التكريم، تكريم للعلم وتكريم للأسرة التربوية وتكريم للناجحين وتكريم قبل ذلك ومعه للإداريين وللأولياء. حاب نشكر هذا الجمع الكريم على الحضور، ونشكر الأخ الكاتب العام الجهوي والأخ الكاتب العام المحلي والأستاذة هي أيضا من الأسرة التربوية الأخت نائبة بمجلس النواب والأخت عضوة المكتب الجهوي والأخ رئيس النيابة الخصوصية وكل من ساهم في إنجاح هذا الموكب المبارك بتاع تكريم النجاح والمتفوقين. كانت بنتنا عرجت وكان ولدنا وقت اللي قرأ الآيات الكريمة من سورة اقرأ، سورة القلم، فيها وحدها إشارة كبيرة من ناحية الدين لقيمة العلم. يعني المولى عز وجل وقت اللي أول سورة في القرآن تكون تنطلق تبدأ بكلمة اقرأ بمعنى تعلم، هذا في حد ذاته الدلالة الكبيرة على الرفعة والقيمة والعلو والسمو بالنسبة للعلم والتعلم. العلم اللي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة، العلم اللي جعلوا المداد الأحبار متاع العلماء شبهوها بدماء الشهداء للقيمة متاعها، القيمة الكبيرة في الإسلام، بحيث من ناحية الدين هو عبادة، هو فرض، هو حماية، هو وقاية، هو هداية، هو حماية من هالعواصف اللي تنجم تصيب من أفكار الانبتات أو الإرهاب أو الغلو أو التفسخ أو غيره، أو سوء التصرف وسوء التقدير أو ضيق الأفق. العلم بالنسبة للفرد كما بالنسبة للمجتمع هو حماية وهو وقاية وهو البصرة وهو الطريق المصعد في السلم الاجتماعي. أيضا مجتمعات الفارق الكبير بين الدول وبين المجتمعات يحصل بثلاثة حوايج: الأول العلم، والثانية الأخلاق، والثالث الاقتصاد، القدرة على توفير الثروة. وحتى هالأخيرة هذه اللي هي الثروة اللي المقصود به فلاحة وصناعة وتجارة وغيرها، الجزء الأكبر منها قائم بالعلم، بحيث العلم هو المفتاح. الفارق بين الدول هو قبل كل شيء علم، أخلاق، واقتصاد، وقدرة على الثروة. حتى الحالة الصحية العامة، حتى الحالة متاع النجاحات والتنظيم تلقوها مربوطة بالعلم. ولذلك تلقوا ياسر اختراعات وعلم ما يجيش للدول هذه كان بعد ما يستهلك 20 و30 سنة في الدول اللي ابتكرتها. وتلقوا بعض الأشياء كيف مثلا تحلية المياه، تلقوا التكنولوجيا فيها ما تتطورش بسرعة. علاش؟ على خاطر الدول اللي عندها قدرة في البحث العلمي هي الدول اللي ما هيش محتاجة تحلية مياه البحر، هي محتاجة عندها الأنهار أو فيها الأمطار الكثيرة وكذا، ولذلك البحوث فيها تأخرت. بينما الدول اللي محتاجة لتحلية مياه البحر فيها دول عندها أزمات مياه حقيقية، من بينها الأردن الشقيق، من بينها تونس، وفوقها الكل على مياه البحر. هذه تلقاها تكابد وتحاول باش يولي عندها صناعة في هذا المجال. وكل السبب الرئيسي متاع تخلف هذه الصناعة هي جاية من موضوع العلم الناقص في هذه الدول. عاد ملخص الكلام في النقطة أن العلم كيف ما هو للفرد أساسي، فهو أحد أهم المجالات اللي يجعل فارق بين الدول، اللي يجعل دولة خصوصا بأنها متقدمة. العلم هو استقلال للقرار الوطني، العلم هو استقلال، العلم هو بناء للسعادة وللتقدم. العلم هو أيضا أداة هيمنة، بحيث اللي عنده علم أكثر وتكنولوجيا أكثر يهيمن على الآخرين، وهذا يتشوفوا فيه. إخواني أخواتي، نحب نعرج
نخرج شوية على موضوع التعليم في تونس. احنا في تونس من الاستقلال التو ركزت الدولة على العلم والمدارس. بورقيبة الله يرحمه من اهم الاشياء اللي يركز عليها هي التعليم، الصحة، وتحرير المرأة. وهذا يكتب ويشهد به. ولذلك ترسخ في الذهنية العامة في التوانسة انهم يحبوا العلم ويقروا ولادهم مهما كان، ينحي من فمه باش ينجم ولده يقرا، يتداين باش ولده يقرا، ويعمل كل جهود باش ولده ينجم يعمل إيه. اليوم في تونس نسبة التمدرس نتاع عمر 6 سنين هي 100%. ما عادش عندنا ناس عمرها 6 سنين ما هيش تقرا، ما تدخلش المدرسة. حيث وصلنا الرتب نتاع الدول المتقدمة في الناحية، في ناحية الكم. ما عادش عندنا مشكلة في الناحية هذه، لازم نحافظوا عليها ديما. وصلنا أيضا بالعلم أنه خرجنا كوادر كثيرة في مختلف المجالات، كوادر إدارية، اقتصادية، مالية، في التعليم. حيث تونس ماهيش ناقصة كوادر، بل تصدر في الكوادر، تصدر في أصحاب الشهادة العليا خريجي الجامعات. طبعا أنفقنا عليهم ياسر وقت اللي اقتصادنا ما يستوعبهمش، ينجم يستوعبها الاقتصاد البري، بحيث حققنا نتائج مهمة في مجال التعلم، سياسة التعليم. لكن كيف أي سياسة كل ما تتقدم يتجدد العلم، ثم مهن تذوب، ثم مهن أخرى تظهر. وقبل كانت تقعد 20-30 سنة، تو بالخمس سنين تنجم مهن تشوفها في 5 سنين معناها في صعود، وبعد 5-6 سنين تلقاها اندثر. تفكروا انتم، انا وقت اللي خرجت من الحبس في 2004 نلقى الصعود نتاع هذيك التليفونات، هذيك ايش اسمها، لي تاكسيفون. وينهم لي تاكسيفون؟ معناها معدل نتاع 6-7 سنين ومهنة تمشي بالكامل. قداش من واحد عمل تاكسيفون اختموا بعض، بحيث ياسر اشياء تصعد ثم تنتهي لأن التغيير سريع. سياستنا التعليمية نجحت في الكم، لكن في الكيف عندنا مشكلات حقيقية. عندنا 100,000 واحد في العام يخرجوا من المدرسة، نقصد ينقطعوا على التعليم. 100,000 في العام، تقريبا قد الزيادة السكانية. احنا 120,000 كل عام الزيادة السكانية الريتم بتاعها. 100,000 يتسربون، ينقطعون عن التعليم. جزء كبير منهم، هال 100,000 هذوما عمرهم اقل من 16 عام. المدرسة الأساسية تجعل باش كل واحد ما دام عمره أقل من 16 سنة ما يلزموش يكون معناها فارغ، ما يكونش يكون في الشارع. لازم إما في المدرسة الإعدادية وإلا في المدرسة الأساسية، وإلا قاعد يتكون في التكوين المنهجي. لكن نحن عندنا عدد كبير كل عام 100,000، فتحسبوا كل 4-5 سنين قداش يبدا موجود. هذوما الكل تلقاهم في الشارع، وهذوما الكل عرضة باش يرجعوا أميين. 2 هذوما عرضة لمختلف أنواع الاستغلال أو الانحراف أو شيء من هذا، ولقمة سائغة ينجموا يكونوا قدام الأفكار الهدامة اللي تنجم تهزم. هذا هي الخلل الأول في التعليم تاعنا. 100,000 مش شوية بالنسبة ل 12 مليون في الأقصى، 11 مليون في تونس. عندنا مشكلة أخرى، أنه التحصيل العلمي تاع المدرسة نتاعنا ماهوش قوي، ضعيف. أنا كيف نتحدث هيك راني نتحدث على الدراسات اللي تعملت، الدراسات الرسمية اللي تعملت في مستوى وزارة التربية. هذه الأشياء عاملينها خبراء وبحوث، دياغنوستيك متفق عليه، ما عليش خلاف. المستوى التحصيل نتاع التلميذ نتاعنا ضعيف، ضعيف في المواد الأساسية وفي اللغات بما في ذلك في اللغة العربية، وعمال يضعف، وعنده سنوات طويلة هو يضعف، حتى اللي ولد في التندر يعني في داخلنا. وهذه مشكلة حقيقية. هذه المشكلة هذه تجعل التلميذ وقت اللي يوصل الجامعة يرسب ما يتعداش، ويقعد فترة طويلة باش ينجم يتعدى.
المشكلة هذه جعل أيضا أنه وقت اللي يتخرج من الجامعة ينجم يبدأ ما يلقاش الشغل، مش على خاطر الشغل ما ثماش، وإنما على خاطر مستواه ماهوش قوي برشا. مستواه يبدأ ثم فارق ما بين سوق الشغل والشطارة والتعلمات اللي حصل عليها. إصلاح التعليم اللي داخله فيه الوزارة عندها عام ناقش فيه هدف تجاوز هالهينات هذه اللي طرأت على مع طول المدة على المنظومة التربوية نتاعنا. يلزم معاد حد يكون في الشارع ما دام عمره أقل من 16 سنة، لازم يقعد في المدرسة، ما نشعش يقعد يعاود يلقوا طرق نتاع تدارك وتعلم حتى يفوت 16 سنة، وإلا يكون في التكوين المهني. هذا أحد بنود الخطة العامة نتاع الموارد البشرية، سواء تعلقت بالتكوين المهني وإلا بالتربية، أي وزارة التربية كما نقولوا. هذا واحد من الأهداف نتاع الخطة. الهدف الثاني هو تحسين التحصيل العلمي في اللغات وفي المواد الأساسية. وقت اللي جاوا يقارنوا تلميذ تونسي عمره 15 سنة بتلميذ في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي l'OCDE، ياخذوا دي ايشانتيون كاملة من كل دولة. التلميذ التونسي يلقاه ناقص ما قدره 2.7، خلينا نقولوا 2.5 يزيد، ناقص 2.5. يعني اللي في الدول هذيك عمره 15 سنة حصيلته العلمية كيف اللي عندنا اللي غادي 12 سنة ونص، كيف اللي عندنا احنا 15 سنة، او نقولوا زوز 15 سنة امتحهم هما فايت ولدنا احنا ب2.5 تكوين. وهذا مش غريب، لانه حتى في عدد الساعات لو كانت تشوفوا فيها عدد الساعات المقررة، ما نحكوش على انها تم استغلالها ولا فيها اضرابات ولا فيها تأخير وفيها مرض، ومرة من التلميذ مرة من المربي مرة من الإدارة ووسائل ناقصة إلى آخره، نلقاو أنه كل عام اللي يعملوه هما في شهر، اللي يعملوه هما في أسبوع، نحن نحتاجوا له بشهر. واحسب أنت كل عام تعمل روتار، معناها بيناتكم كل عام شهرين، فبعد 5 6 سنين بعد 10 سنين قداش يولي الفات. 2.5 فايتين هذوما غير في 15 سنة، سن 15 سنة، مشكلة كبير. جانب آخر متسبب أيضا في مشكلاتنا في التربية أنه ما تماش تكافؤ الفرص بين أولادنا وبناتنا في الجمهورية. مش نقصد بين الإناث والذكور، نقصد بين شريط فيها أبرك، مدن فيها المدرسة حالها أبرك، فيها وسائل عمل، فيها مربين، فيها إدارة، فيها إنارة، فيها ماء، فيها لهوة بالصحة، ربما فيها غذاء، وجهات ربما فيها وسائل نقل توصل التلميذ، وجهات أخرى التلميذ بعيد ياسر، ما عندوش تغذية، ما عندوش وقاية صحية. المربي كيف ينجم يعدي 3 العام ما جاش، وإلا يغيب ما يلقاش شكون يعوضه إلى آخره. هو نفسه تعب جدا، البناية على قدها، وسائل العمل من حواسيب ومن أدوات على قدها، بحيث مثلا معناها كأن مناش في بلد واحد. مبدأ معناها الإنصاف والعدل وتكافؤ الفرص بين التوانسة مفقود في المنظومة التربوية، وهذه من أكثر الهينات. ولذلك لا غرابة باش بعد ذلك تجي تلقى البكالوريا هذه المدن الشريط الساحلي أبرد شوية، والداخل كأنه مش نفس، كأنه ما يقولش في نفس البروجرام، وإلا ما عدوش نفس الامتحان. أما هذاك التراكم نتاع الأشياء هذه، المربي الغايب اللي السيف ضعيف، اللورديناتور ما تماش، اللابوراتوار ما تماش، اللاصيسون ما تماش، الإدارة ضعيفة، إمكانيات مالية ضعيفة، التلميذ يضرب 5 كيلومتر ولا غيره، حالة صحية أو الضعف نتاع الحالة المادية نتاع الأولياء بحيث ما يكونش عادل. هذا واحد أيضا من الأهداف اللي قصدته الإصلاح التربوي المتحدث عنه، قاصد باش يقرر ينقص هالفوارق الكبيرة اللي جعل تونس تقولش عليها
في الناحية هذه ما يجيش بلد واحد، كأنك قاعد تمر من دولة لدولة، وانت في حقيقة قاعد تمر من ولاية لولاية، ولا في داخل نفس الولاية من بقعة لبقعة أخرى في داخل نفس الولاية. هذه مثلا من الجهات أيضا الصعيب عليها التعليم، ولذلك لا غرض باش تكون النتائج مش قوية. من المشكلات الأخرى أيضا متاع التعليم متاعنا أنه يخرج لنا أصحاب شهادة لكن مش متلائم ديما مع سوق الشغل. وقت اللي جاوا يدرسوا علاش السوق الشغل تطلب، وعندنا احنا توا قداش عندنا أصحاب شهادة جامعية ما لقوش شغل؟ عندنا 214,000، 30% من العاطلين عن العمل. عندنا قرابة 650,000 عاطل عن العمل، الثلث متاعهم 214,000 هذوما عندهم أصحاب شهادة معطلين عن العمل ما لقاوش. أحد الأسباب مش هو فقط الاقتصاد متاعنا ضعيف ما نجمش يوفر مواد الشغل، الفلاحة والصناعة والتجارة وكذا، ومش هو فقط العقلية اللي مترسخة عندنا من قديم أن واحد يحب الوظيفة العمومية إلى آخره، مش قاعد هو نفسه معناها يشتغل ويبحث ويحاول يكون مبادر إلى آخره، بل وكذلك أن المسؤولين بتاع الشركات والمؤسسات يقول لك التكوين بتاعه ما يتلائمش. أنا حاجتي بخصائص والتكوين اللي عملته الجامعة هذيك ولا الكلية ولا المعهد ما يتلائمش، وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. هذا أيضا واحدة من النقاط الرئيسية اللي يستهدفها الإصلاح بتاع التعليم، بذل جهد كبير في محاولة ملائمة التكوين اللي يتعطاه مع سوق الشغل والتقلبات والتطورات متاعها. تكافؤ الفرص اللي حكينا عليه، ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتطوير طرق التحصيل العلمي باش نجموا نرتقوا بمستوى التلميذ متاعنا. ما نقولش باش نوصلوا للبلدان اللي ذكرتها فيسع، ولكن نقتربوا منها ونداها. تو كيف نجول للنجاحات في البكالوريا، تلقاوا انه كما قلت لكم الجهات الداخلية وفي داخل كل جهة المعاهد البعيدة إلى آخره تلقاوا نتائجها أضعف بكثير من الجهات اللي ظروفها أفضل. لكن في النتائج هذه أيضا عندنا مشكلة كبيرة. عندنا كيف ناخذ شعبة الآداب، هذه إحصائيات رسمية معطيات دقيقة. في ال10 سنين الأخرانيين في شعبة الآداب، الناس اللي نجحوا في شعبة الآداب تم تقريب 70% منهم ما جابش المعدل في الامتحان بتاع البكالوريا، ما جابش 10 من 20 في امتحان البكالوريا الأخراني. ما كيفاش نجح بالإسعاف وبهيك الإضافات بتاع المعدل السنوي كان 5%. طبعا هي مسائل الإسعاف مجعولة لنسبة قليلة، معناها تقول أنت واحد معناها عنده برشا مؤشرات باش تعمل له إسعاف، أما عندما تولي 70% ولت هي الأصل. هذاك علاش بعد نلقوا مشكلات في الجامعة والرسوب، وربما ينجم يهبط حتى مستوى الجامعة. 65% مش من اللي ينجحوا في الأدب كمعدل عام خلال 10 سنوات الأخرانية أداب ما جابوش 10 على 20 في الفلسفة، في مادة الفلسفة. هذا أداب، مادة الفلسفة دي مسألة رئيسية، معناها هذا هنا وين يبان الذهنية واللغة، إتقان اللغة وفي نفس الوقت القدرة المنهجية والتحليلية. هذوما أشو 60% ما جابوش 10 من 20 في مادة الفلسفة. أكثر من 70% ما جابوش 10 على 20 أو أكثر منها في الفرنساوية، في اللغة الفرنساوية. هذا هي أداء. باش تشوفوا حجم معناها مشكلة التحصيل العلمي والضعف متاعه، ومشكلة منظومة الامتحانات متاعنا اللي ما هيش مروشكة. وبعد نقولوا شبيها الجامعة وشبيها الجامعة. الرياضيات، جماعة الرياضيات
تم 37% منهم كمعدل عام في العشر سنين الاخرانيين، 37% منهم ما جابوش 10 على 20 في مادة الحساب، في مادة الرياضيات، في امتحان البكالوريا. سي با نورمال ان واحد هو في مادة الرياضيات وفي المادة هذيك بالذات ما يوصلش ل10 في الامتحان الرئيسي. تم عدد كبير منهم قرابة 27% ما جابوش 10 على 20 في مادة الفيزياء. إشارات على المواد الرئيسية. هذا اللي قلت أصل الإسعاف يكون لنسبة قليلة، أما عندما تصبح الأرقام بال70 بال60 بال30 بال40% يولي تم مشكل حقيقي في منظومة الاختبارات والامتحانات والتقييم وطرق الارتقاء، وهذا عنده تأثير كبير على مردودية تعليمنا، لأنه هذا معناها كل في خلال 20 سنة تنجم تشوف الآثار نتاعو بشوية بشوية بشوية. الإصلاح التعليمي اللي قاعدة تقوم به وزارة التربية وتتحاور عليه، واللي احنا في حركة النهضة ندعموه ونطالبوا به ونحبوه يتم باستقلالية كاملة على أي تجاذب سياسي أو إيديولوجي. إصلاح التعليم هذا وهو إصلاح ضروري، وتعرف وقت اللي تصلح التعليم المنتوج نتاعو يبان بعد 20 سنة 15 سنة على الأقل، تبدأ تو باش يبان النتائج نتاعو بعد 15 سنة. الإصلاح هذايا من أهدافه المذكورة باش يرسخ التلميذ متاعنا في هويته العربية الإسلامية، في دستور البلاد اللي هو مضمخ بهذه المعاني، في حقوق الإنسان، في المعاهدات والمواثيق نتاع حقوق الإنسان اللي مصادقة عليها تونس إلى آخره، وباش يحسن التعلمات هذه والتحصيل العلمي، وباش يرسخ تكافؤ الفرص بالتجهيزات والمباني والأساتذة والمعلمين والمربين والناحية النفسية، باش يحاول ثم ديوان نتاع التعليم باش يكون يحاول يوفر النقل والغذاء والرعاية الصحية أيضا، لأنه تم تفاوت كبير، وباش كذلك يعيد النظر في منظومة الامتحانات إلى آخره. المدرسة التحضيرية هذيك نتاع في السنة الخامسة عمر 5 سنين قبل ما يدخل، هذيك كيف ما فيهاش تكافؤ فرص. ممكن تلقى في مدينة معناها تنجم تلقى 70-80% من اللي هما في العمر هذاك ولا حتى أكثر في المدرسة التحضيرية، وفي بقعة تلقى برسك ما ثماش. وهي حسب الخبراء نتاع التربية تعطي دفعة ب30% للتلميذ وقت اللي ينطلق في القراية باش يولي يعمل ديماراج ويمشي يقرا، بحيث أنا وأنت ندخلوا، أنت دخلت مدرسة تحضيرية وأنا ما دخلتش، وقت اللي ندخلوا أنت عندك ديجا 30% زيادة عليا، وبعد ذلك بطبيعة الحال يترتب عليها مشكلات كثيرة، واللي هي سيسعى إلى تعميمها وتوفير الشروط لها. إن شاء الله الإصلاح هذا يتم كما نحبه، وإن شاء الله يسر عليه السادة المربين اللي هم يورثوا في العلم ويورثوا في الأخلاق ويورثوا في العادات الطيبة، واللي هم بنات حقيقيين للمجتمع، على خاطر المجتمع كما قلنا ماهوش فقط اقتصاد، هو أيضا أخلاق، والأخلاق ما هي فقط سعادة وتعامل بين الناس والمعروف، هي حتى من ناحية الكلفة المالية متاعها، يعني المردودية المالية متاعها. احسب مجموعة من الناس مخلصة في العمل لأنها متخلقة بجنب مجموعة ماهيش مخلصة، شوف قداش الفارق متاع إنتاج هذوما، وشوف قداش من ماكينة هنا تكسرت ولا حاجة ضاعت وقداش غاب. احسب الناس اللي تغيب على العمل، احسب حاجة تركم الجرائم اللي ترتكب بسبب سوء الأخلاق، قداش كلفتها المادية معناها لا حصر لها. بعيد الكلفة الاقتصادية المالية نتاع نقص الأخلاق بالنسبة للي يحبوا كان بالحساب والمادية، الكلفة الاقتصادية المادية نتاع نقص الأخلاق معناها لا حصر لها، كبيرة ياسر. المجتمعات المتخلقة هذاك ديجا عامل من عوامل النهضة كبير ياسر بالنسبة لي. عاد باش ما نزيدش نطول عليكم، ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعطينا الوقت الطيب وتتم هالاصلاحات، على خاطر تونس اقدمت على عدد من الاصلاحات، وثم برشا اصلاحات تعطلت ولا ما زال فيها ارتباك وما زال فيها تردد وما زال فيها خوف، وهذاك علاش
فيما البحث على نوع من الكونسنسيس، نوع من الدعم العام، من التوافق العام، باش كل واحد يحط يده، ولا على الاقل ما يعاقلش وما يكثرش، وباش يسود شيء من الهدوء باش تنجم الحكومات تخدم وتقدم على الاصلاحات. واحد من الاصلاحات هو اصلاح التعليم اللي نعولوا عليه بشكل كبير، واللي هو صارت فيه بعض خطوات في السنوات الفارطه، وتوا قاعد في حوار، وبعض اشياء قاعده تقع فيه. ان شاء الله يكونوا مربينا اللي عدد كبير منهم حاضرين ان شاء الله يكونوا هما اللي بالحق معناه يخرجوا لنا اجيال مهمه. علما وانه يا اخواني العلم والتعلم ولد عنده مقاييس انترناسيونال، معناها كل شيء هو كما تقول انت حتى اي صناعه عمال تولي معناها عندها مقاييس دوليه. تعرفوا توا في الجامعات الطبيه في كليات الطب، ولا معناها باش يولي معترف بيك وتتعامل معاك الدول وتمشي كطبيب بشهاده انك فعلا طبيب معترف بيك، يلزم منه هكا ما عادش الطالب في كليه الطب ما عادش عنده الحق في ال5 سنين نتاع القرايه نتاعو يبدل من كليه لكليه. ما عندكش الحق تجي من سوسه تقرا في تونس وانت قريت غادي كعامين وتقول الثالثه نبدا نواصلها في تونس، والى العكس. هذا خيار دولي من اجل جوده الخريج نتاع الطب. يعني في كل شيء ثم شروط دوليه، في الهندسه، في الطب، في التعليم، في كل شيء ولا عنده معناها دينار على المستوى العالمي. واحنا ما عندناش خيار غير ان نكونوا على باش كيما يقولوا، غير ان نكونوا اولاد عصرنا واولاد وقتنا واخذين باينا. وتونس ما عندهاش مشكله كبيره في الناحيه هذه معناها لا بس، انما يعني فتره طويله نتاع حتى بعض التقييمات وبعض الاصلاحات نتاع التعليم نظرا لغياب الحريات، يعني ثم حوايج ما ينجم يناقشها حد، او ثم حوايج تتقرر وما ينجم حد يعارف. اليوم الاصلاح هذا يتم في دوله ديمقراطيه وبمشاركه عدد كبير، واحد بنوده الرئيسيه انه معناها من دستور الثوره ومن قيم الثوره انه يستلهم منها ويحاول يفعلها. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا يدا واحده موحدين، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل اولادكم ناجحين في القرايه وناجحين في الحياه، وان شاء الله مع بعضنا نبنوا تونس ونحموها من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.